لان انا حافظ ومش مش الفتره دي كلها بتحفظ. انا حافظ تمام. بس حافظ غلط. يعني تخيل لو انك حفظت وانت صغير على خطأ لن تستطيع اصلاحه حتى ولو بذلت اي مجهود. انت ركبت الموضوع غلط. فالتأخير ده بدأت بعد كده احفظ حفظ صحيح بقى. حفظ صحيح. نعم. تمام. وتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى. طب ايه؟ طب في ايه؟ ايه اللي حاصل؟ اخد بالك؟ هل العيب في انا؟ ممكن. ولا العيب في الطريقة؟ ممكن برضو. اخد بالك؟ اكتشفت في الاخر ان هو عيب في الطريقة. لانه لا يوجد، وهذه نصيحة يعني انصح بها جميع اخواني، لا يوجد على وجه الارض انسان يعجز عن حفظ القرآن الكريم. مستحيل. الكل يستطيع ان يحفظ. الدليل ان الصغير يحفظ والكبير يحفظ. صح. والأعجمي الذي جاء من بلاد الغرب يحفظه كما أنزل. كما أنزل. أنا قعدت في الحرم النبوي، جنبي واحد شكله نظيف كده حلو جميل، لحية مهذبة، لابس كويس، ريحته حلوة، يعني منظم، الأشياء اللي حواليه منظمة جدا. فلفت نظري ويقرأ كأنك بتستمع للمصحف المرتل المصري. سبحان الله. أحكام، مخارج، صفات، نغم، حاجة جميلة جدا. فأنا قاعد بقى إيه، أحيانا ببقى ماسك المصحف أقرأ فيه، أما ألاقي جنبي أخ صوته أعلى مني، بروح أنا قافل مصحفي واكتفي بالإيه، السماع والمتابعة، عشان ما نقعدش نخبط في بعض وإحنا قاعدين. فسمعت قعد يقرأ جزء جزئين وأنا قاعد أسمعه. فلما خلص بقول له السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت له أنت منين؟ أو مش عارف يرد علي. قلت له أنت منين؟ يبص اللي جنبه كده ومش فاهم. طب انت عم انت شغال عربي اهو. ايه الموضوع؟ فاللي جنبه بيكلموا فرنسي بقى. فقال له، انا ساله على البلد بتاعته. فقال لي فرنسا. قلت له فرنسا؟ يعني انت بتفعل يعني قاعد بقى انت ما بتقراش عربي؟ ما بيقراش عربي ولا بيفهمش عربي. طب انت قاعد بتقرا ازاي؟ ده قرآن. الله سبحان الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان الله. فممكن يكون العائق اللي قدام الإخوة في مسألة حفظ القرآن الكريم مش ضعف الذاكرة، ولكن طريقة إدخال المعلومة إلى الذاكرة واسترجاع المعلومة من الذاكرة، بتبقى هي دي المشكلة. أخد بال حضرتك؟ فابتداء خدت قرار إن أنا ماليش علاقة بالختمة، لأن أنا كنت بجري عشان عايز أختم. أنا عايز أختم. أنت ما ختمتش؟ أنت لسه ما ختمتش؟ إزاي ما ختمتش؟ امال انت ازاي بتقف امام وما ختمتش؟ فتلاقي الكلمه دي بتوجع. فانت عايز تتخلص من هذا الايه، التعليق او هذا النقد، فانت عايز تختم. طب ما انتش قادر تختم. ما يعيبني اصلا في ختم القرآن. الله عز وجل لم يطلب مني اصلا ان اختم القرآن حفظ. يعني انا فيما يعني في حدود علمي ان حفظ القرآن ليس بواجب، ليس بفرض، الا فيما تصح به الصلاة كالفاتحة، فرض على كل مسلم يحفظها ويجودها، أو حفظ آيات الأحكام لمن سلك طريق طلب العلم، عشان مواريث بقى وطهارة وهيشتغل إزاي. فهو يلزمه على وجه التعيين أنه يحفظ ما يتعلق بهذه الأحكام.